كنت خيرا مع من لا يستحق، ساعدت ودعمت، وفي النهاية تركت جانبا، لكن الكون رأى كل شيء والآن سيكافئك. المال قادم كشكل من أشكال العدالة الروحية. للقيام بذلك انقر على القلب واضغط على زر الأحمر برمز الزائد أسفل صورتي. هذا يؤكد أنك تقبل ما هو حقك. الآن علق: سأستلم ما هو لي. هذه العبارة البسيطة تبدأ في تحرير كل ما كان محظورا. ثم شارك هذا الفيديو وانظر من هو الاسم الأول في قائمتك. إذا كان شخصا قد آذاك فسيعوضك الكون ضعفا. إذا كان شخصا يحبك فقد يكون هذا الشخص قناة لتغييرك. إذا تجاهلته فسيبقى كل شيء على حاله. العدالة قادمة، وهذه المرة ستأتي على شكل مال. امرأة قصيرة ممتلئة تخون ثقتك، تتحدث عنك بسوء من وراء ظهرك، وسأكشف عن الحرف الأول من اسمها. أولاً، تواصل مع الكون بلمس القلب والزر الأحمر الذي يحمل علامة الزائد أسفل صورتي لجلب الحظ هذا الأسبوع. على الرغم من تصرفها اللطيف إلا أنها تغار منك وتريد أن تراها تمر بالصعوبات. تغار من نورك لأنك تمتلك شيئاً لا تمتلكه. الآن سأكشف عن الحرف الأول من اسمها. ألمس السهم للمشاركة. الشخص السادس الذي سيظهر سيكون له نفس الحرف الأول من اسم المرأة التي تخونك. علق: شكرا لك لتأكيد هذا الكشف وكسر هذه الطاقة السلبية. اسمك موجود على وثيقة مهمة جدا، ولا تدري كم سيغير هذا حياتك. وبينما كنت تخلط الأوراق ظهر لك وحي عظيم. هناك فرصة تحضر على المستوى الروحي، وهي تتعلق بأمر رسمي، عقد، عرض زواج أو إصدار. ولكن هناك مشكلة: هذه الوثيقة مؤجلة روحيا لأن أحدهم حاول منع اسمك من استلام ما هو حقك. والخبر السار هو أنه يمكن إطلاق هذه الطاقة الآن، ولكن عليك تفعيل ترددك للغزو. انقر على القلب ثم على الزر الأحمر أسفل صورتي. هذا يفتح لك الطريق لهذه الفرصة. علق الآن. كل ما هو لي يأتي إلي. وللتأكيد شارك هذا الفيديو مع جهات اتصالك. إذا كان أحد الأشخاص من المجال المهني أو القانوني أو المالي من بين الأسماء الخمسة الأولى فهذه الإشارة موجهة إليك مباشرة. لا تتجاهلها. الكون على وشك تحقيق ما تم تأجيله لفترة طويلة. وجودك في هذا الفيديو ليس صدفة، بل يد الله هي التي قادتك إليه في هذه اللحظة بالذات. إذا كنت تحب الله حقا فاعلم أنك الآن تمر باختبار حقيقي. يمكنك تجاهل هذا الفيديو، لكن لا تتفاجأ إذا بدأت حياتك تتغير للأسوأ بعد ذلك. الخروج قبل النهاية قد يغلق أمامك أبواب الحب والرزق، وقد تشعر بضيق لا تفسير له. الإشارات الإلهية لا ترسل عبثا، فابقى حتى النهاية، لأن هناك رسالة تنتظرك، رسالة كانت روحك تتوق لسماعها منذ زمن. اضغط على صورتي الآن واجعل القلب أحمر لتظهر نيتك الصافية وتكون مستعدا للتلقي. هناك شخص لا يزال يحتفظ بك في قلبه. كل ليلة يغلق عينيه ويفكر فيك، يتذكر ابتسامتك، كلماتك، طريقتك. يحاول النسيان لكنه يفشل في كل مرة. يخاف الاقتراب فيخسرك، ويخشى البوح بحبه فتنهار العلاقة. لكن ما لا تعلمه هو أن هذا الشخص يذكرك في أعمق صلواته. يشعر بك رغم المسافات، وكل إحساس وصلك منه لم يكن صدفة، بل كانت إشارات من السماء. هذا هو سر اتصال الأرواح، عندما يربط الله بين قلبين لحكمة لا يعلمها إلا هو. وهذه اللحظة هي علامة جديدة وصلت إليك لتتأكد أن ما بينكما لم يمحى من السماء. مشاعرك حية ومتصلة بخطة إلهية لم تغلق بعد. افتح الآن قائمة جهات الاتصال في هاتفك وانظر إلى أول 5 أسماء. إذا كان اسمه بينها فهذه ليست مصادفة، بل رسالة مباشرة من الله إليك. وخلال 24 ساعة القادمة سيصلك شيء منه، ربما رسالة، حلم أو إحساس يهز قلبك. وعندما يحدث ذلك عد إلى هذا الفيديو وشاركنا ما حدث معك. وإذا كنت تؤمن بأن الأرواح تتواصل فاكتب في التعليقات 3 3 3. إذا تجاهلت هذه الرسالة قد تفقد شيئا ثمينا كتب لك من الله. تذكر، الله لا يرسل إشارات عبثا. إذا كنت تحبه بصدق استمع، وثق، وابق حتى النهاية، لأن رسائل الله لا تأتي كل يوم،